كنت المفروض اصور الفيديو ده في يوم شغل، ما بقاش اجازه، يكون الموضوع واقعي اكتر. مبدئيا كده قبل ما نخش في الموضوع، انت لو بتشتغل فلازم تحمد ربنا انك شغال، انك قادر انك تشتغل، انك قادر انك تجيب فلوس، لان في ناس تانية مش قادرة انها تشتغل، في ناس تانية مش عارفة انها تشتغل، فعلا محتاجين انهم يشتغلوا بس مش قادرين يشتغلوا. انا عارف ان الاكتر الشغلانات، عارف ان في شغلانات كتير مش الطف حاجة تيجي على نفسك نفسيا ماديا، الموضوع ممكن يكون مش مجزي بالنسبة لك. انا عارف ان الشغل فيه حوارات كتير، ولكن لازم نكون متفقين انك لازم تحمد ربنا انك شغال دلوقتي، وان شاء الله ربنا يكتب لك الافضل باذن الله. بص، مبدئيا كده الشغل مرهق جسديا، مرهق ذهنيا، كل حاجه، ولكن هي دي اللعبه. انت محتاج فلوس، فاذا انت محتاج تشتغل. انت قبلت بلعبه الشغل فخلاص، انت قبلت باللعبه وقبلت بقوانين اللعبه فالعب. وخلي بالك، حتى لو انت شغال شغلانه انت بتحبها، شغلانه انت شغوف بيها، شغلانه هي دي شغلانه احلامك وانت فعلا بتحب المجال ده، برضه هتتعب. طبيعي التعب في الشغل، هي حاجه يعني لازم تكون ماشيه معاه، فانت طبيعي هتتعب، مفيش حاجه ببلاش، وهي دي الضريبه. الموضوع هيكون الطف معاك لو شغلانه بتحبها، هيكون الموضوع اخف شويه. في اوقات كتير هتهون على نفسك انك فعلا بتحب الحاجه دي وبتحب الشغلانه دي، بس برضه الموضوع هيكون في تعب، لان احنا بنشتغل، فاذا مش هتجيب فلوس وانت اللي هو الله ده الموضوع، لا هتتعب كتير. هي دي ضريبه الشغل، عشان بس ما تفكرش ايه ده بيشتغل الشغلانه اللي هو بيحبها فاذا الله ده حياته جميله والشغل رايق، يا ده بيبيع سمك، اوكي، او بيحب اصلا بيع السمك فاذا هو مرتاح في الشغلانه دي. لا، بيتعب جدا انه يجيب سمك طازه، انه يتعامل مع الناس اللي بتصطاد. مش عارف الموضوع بيحصل فيه ايه بالظبط، بس انا قلت ادي مثال كده جه على دماغي. تحب الحاجه دي تشتغلها فاذا هتتعب برضه، الموضوع هيكون الطف معاك شويه، في شغف في ان انا بحب الحاجه دي، ولكن ما نقدرش ان احنا نشيل منه جزء التعب، هو برضه بيتعب. طيب خليني احكي في اللي انا جاي احكي فيه النهارده، ازاي نخلي الشغل بتاعنا احلى، ازاي نحس اننا عايشين اصلا واحنا شغالين. لان في ناس بيشتغلوا شغلانات بيعزلوهم خالص عن حياتهم الاجتماعيه، ومش بيقدر يشوف ناس بسبب المواعيد الغريبه بتاعت الشغل ده بس الحمد لله شغالين. انا مش اكتر واحد عنده خبرات في الشغل، ومش بشتغل من فتره كبيره، ولكن عندي بعض التريكات كده اللي انا حابب ان انا اقولها لك النهارده، بحيث ان ممكن تخلي الشغل يعني حياتك العمليه افضل، او يومك وانت بتشتغل افضل. مش يومك جوه العمل، لا، يومك بعد ما تخلص، حياتك بعد الشغل هتكون عامله ازاي. عندي بعض التريكات كده. خلينا بس متفقين ان الهدف الاول من الشغل هو الفلوس، انك عايز فلوس. ده مش معناه انك جشع وانك طماع وانك عايز فلوس، دي حاجه عاديه، انت بتشتغل عشان فلوس. حتى لو انت بتشتغل شغلانه انت بتحبها، زي مثلا اليوتيوبر اللي بيشتغل شغلانه هو بيحبها، هو بيحب ان هو يصنع فيديوهات وبيحب صناعه المحتوى، هي دي الشغلانه بتاعته دلوقتي، هو بيجيب فلوس من الشغلانه دي. حاجه عاديه جدا انه يطلع فلوس من اليوتيوب، وان هي تبقى الشغلانه بتاعته الاساسيه، عادي مفيش اي مشكله. وده هنا النوع اللي انا قلت عليه، اللي بيشتغل شغلانه بيحبها، والموضوع بيكون معاه الطف شويه، هيتعب وكل حاجه، بس مش ده اللي انا عايز اركز عليه قوي يعني، لان هو اوريدي بيعمل حاجه هو بيحبها، هو بيشتغل الشغلانه دي بيتعب فيها شويه، ولكن هو بيعمل شيء بيحبه وبيطلع منه فلوس في نفس الوقت. فكده انت تمام، انت على تراك مظبوط، عيش، الله معك، الله يرزقك اكثر واكثر، فما فيش اي مشكله معاك. بس انا تركيزي اكتر دلوقتي على اللي بيشتغل شغلانه هو مش بيحبها، او بلاش نقول مش بيحبها، خلينا نقول بيشتغلها عادي يعني، ولا بيحبها ولا بيكرهها، عادي بيشتغلها عشان يحقق الهدف الاول من الشغل، واللي هو الفلوس. يعمل ايه بقى في ظل ان نص يومه رايح في الشغل؟ يرجع يعيش حياته ازاي، يكمل يومه ازاي يومه يكون احلى اصلا. لان زي ما قلت لك، مش كل الناس بتشتغل من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 4 العصر وعندهم يبقى اليوم عادي معاهم، بيشوفوا عيلتهم، بيعملوا اللي هم عايزينه، ممكن ينزل على القهوه، ممكن يعمل اللي هو عايزه. في ناس بتشتغل بالعكس، في ناس بتشتغل بالليل، مش بيشوفوا الناس، مش يعني فاهم، مش كل الناس زي ما انت فاكر يعني. فانت حرفيا ممكن تخلص شغلك الساعه 7 الصبح، المفروض انك قدامك كام ساعه انك تعيشهم في حياتك قبل ما تنام وتروح الشغل في اليوم اللي بعده. فانت هتعمل ايه في الوقت ده؟ انت مفيش حد، اخواتك نايمين، اهلك نايمين، صحابك نايمين اصلا، خلاص قايمين رايحين الشغل اساسا، انت هتقعد مع مين؟ انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا من وجهه نظري المتواضعه جدا، اللي ممكن تطلع غلط عادي جدا وتكون وجهه نظر لشاب في العشرينات لسه ما عندوش اي مسؤوليه، لسه ما عندوش زوجه، ما عندوش اولاد، بس بيفكر بطريقه عشريناتيه. عارف انا قلتها صح ولا لا؟ بس خد مني عادي، خد مني قشطه يعني. انت لازم تكون بتعمل حاجه بتحبها جنب الشغل بتاعك، حاجه انت شغوف بيها، حاجه انت فعلا بتحب انك تعملها، في نفس الوقت انت مش مستني منها فلوس في الوقت الحالي. وخلينا نركز على فلوس في الوقت الحالي، انت كده كده بتعمل فلوس اصلا من الشغل بتاعك الاساسي، بس انت بتعمل الحاجه دي عشان تحس انك عايش، عشان تحس انك بتعمل حاجه انت بتحبها، مش بس انت شغال شغلانه انت اصلا مش عايز تشتغلها، وانت بس شغالها عشان الهدف الاساسي
الاساسي وهو الفلوس، انت بس شغال الشغلانه دي. انت الناحيه التانيه محتاج تعمل الحاجه دي، محتاج تعمل حاجه انت بتحبها، ايا كانت الحاجه دي هتبقى ايه، الموضوع متوقف عليك انت هنا. محدش يجي يقول لي اوكي انا شغال شغلانه مش بحبها قوي، يعني ما عنديش شغف ليها كده، شغالها بس عشان الهدف الاساسي اللي هو الفلوس، بس في نفس الوقت برجع بتفرج على افلام، او ان انا برجع بشاهد بعض مقاطع اليوتيوب، او بتفرج على التيك توك. اذا انا دلوقتي بعمل حاجه تانية غير الشغل. لا، انت ده ترفيه عادي، مش دي الحاجه اللي انا بقول عليها. انا قصدي دلوقتي تكون بتعمل حاجه، يعني انت اللي بتعمل الفعل، انت اللي الدور، فاهم؟ انت اللي بتعمل الشيء ده. يعني مثلا انت بتتعلم الرسم، انت شغوف جدا بتعلم لعبه الشطرنج عشان بعد كده تعمل فيديوهات على اليوتيوب تعلم الناس ازاي انهم يلعبوا شطرنج. انك بتتعلم بوكسنج عشان عايز تشارك في مسابقات بوكسنج مثلا، انك بتلعب كوره، انك بتتدرب كوره، اي حاجه انت بتعملها فعلا، انك بتعمل فيديوهات على اليوتيوب يعني مثلا، يعني I'm just saying. وارد بعد فترة من انك تروح الشغل وبعد كده ترجع تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، ولتكن تعلم الشطرنج، عشان بعد كده تعمل فيديوهات على اليوتيوب تعلم الناس الشطرنج فيه، او الناس بيحبوا لعبة الشطرنج فيتفرجوا عليك وانت بتعلم الناس انهم يلعبوا الشطرنج، او بتعمل رياكت على ماتشات شطرنج كبيرة مثلا بتحصل على مستوى العالم. ممكن بعد كده دي الحاجة اللي تكون الشغل الاساسي بتاعك، الشغل اللي بيجيب لك الفلوس، الدخل الاساسي بتاعك، وانك تتحول للمثال الاول اللي احنا قلنا، اليوتيوبر اللي هو بيشتغل الشغلانه اللي هو بيحبها، في نفس الوقت هي الشغلانه الاساسيه بتاعته، الشغلانه اللي بتجيب له فلوس. ولكن احنا في الوقت الحالي احنا مش المثال الاول، احنا مش اليوتيوبر، احنا بس بنروح الشغل بتاعنا، بنرجع بنعمل الحاجه الجانبيه دي اللي احنا بنحبها، اللي بتحسسنا اننا عايشين واننا بنعمل حاجه بنحبها. بنعملها دلوقتي ليه؟ عشان ممكن في المستقبل تتحول للشغل الاساسي بتاعنا، وتبقى هي دي اللي احنا بندخل منها فلوس، وفي نفس الوقت تبقى الحاجه اللي احنا بنحبها. بس احنا دلوقتي مش بنعملها، يعني فوقك من موضوع ان احنا بنعملها عشان دلوقتي الفلوس خالص، احنا بس بنعملها عشان نخلي حياتنا العمليه احسن، اننا نستمتع بيومنا، نستمتع بيه احسن في ظل يوم العمل الطويل ده المليء بالكثير من المشاغبات والحوارات. انت ممكن تقول لي بس انا مش قادر، انا برجع من الشغل مش قادر ان انا اعمل اي حاجه خالص. هقول لك ان في الاول والاخر انت بتعمل الشيء ده ليك، انت بتعمل الحاجه دي عشان انت تكون اسعد، تكون احسن، تحس انك فعلا بتعمل حاجه بتحبها، تحس انك عايش، تتفصل خالص عن الشغل وحواراته، بانك تعمل حاجه انت بتحبها. وانت مش لازم تعمل الشيء اللي انت بتحبه ده بجانب الشغل كل يوم، الموضوع راجع ليك، الموضوع على راحتك، لحد ما ان شاء الله ربنا يكتب لك الافضل ويكتب لك الاصلح، وانك فعلا تكون بتشتغل شغلانه انت بتحبها، او شغلانه تكون مرتاح فيها نفسيا، اكيد مع صعوبات ومع تعب، لان احنا اتفقنا ان الشغل مصاحب ليه تعب وارهاق، يعني دي حاجه كده كده موجوده في ايا كانت الشغلانه اللي انت بتشتغلها، هتكون بتواجه بعض الحاجات اللي انت عارفها. بس ان شاء الله لحد ما الموضوع ده يحصل تكون بتعمل التريكات دي، وان شاء الله حياتك ويومك في الشغل يعني، او يومك بعد الشغل يكون زي الفل. اكيد مش كل يوم هتعمل الحاجه دي هتكون مبسوط الله انا بعمل حاجه انا بحبها بعد الشغل فاذا انا بني ادم سعيد. لا عادي، في اوقات هتحس ان انا برضو مخنوق، انا الشغل ضغطني، انا بعمل حاجه اللي انا بحبها برضو مش قادر ان انا اعملها. هتعدي بالاوقات دي مفيش مشكله. فزي ما قلت لك لا تكتفي بمشاهده مقاطع اليوتيوب، ولكن افعل شيء، انت اعمل شيء بايدك، شيء يبسطك، بجانب انك تعمل لايك طبعا للفيديو ده وتتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه. بس يا جماعه دي كانت التركايه اللي عندي، واللي اكيد في ناس تانية عندهم تركات تانية تخلي حياتنا في الشغل افضل واسعد، خصوصا لو احنا بنشتغل حاجه احنا مش بنحبها. فلو عندكم حاجات تانية او عارفين حد عنده حاجات تانية اكتبوها في الكومنتات، اعملوا شير للفيديو على قد ما تقدروا. الناس اللي شغاله ابعتوا لهم الفيديو ده عشان حياتهم تكون افضل وهم شغالين. اتمنى ليكم حياه سعيده، اتمنى ليكم شغل سعيد، شغل انتوا بتحبوه، او لو مش بتحبوه تتفرجوا على الفيديو ده اكيد وتطبقوا اللي انا بقول لكم عليه دلوقتي، وان شاء الله حياتكم من بعد الشغل تكون سعيده، انا وانتم يعني برضه، عشان انا بحاول اعمل التريكات دي. انتوا فاكرين ان انا بعمل الفيديو ده دلوقتي ليه؟ بعمل فيديوهات ليه عموما اصلا؟ وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في المره القادمه. انا ادهم خالد وسلام. انا بصحى الصبح افتح بايديا شيشي واتوكل انزل على اكل عيشي.